رئيس نادي الزمالك السابق عمل مؤتمر صحفي كبير عريض طويل كده، يعني فاهم، وخد جزء كبير منه يجي تقريبا ساعة ولا ساعة ونص. كل كلامه كان عبارة عن انا اللي عملت في النادي، ان انا اللي جبت للنادي، انا اللي صلحت من النادي، ان انا نادي الزمالك اصلا، فالنادي هيبقى من غيري خرابة وبيا جنة. طلع اتكلم وقال لك ان محدش من الجمهور اللي واقف في ظهري، وانا اللي بالعكس واقف في ظهر الجمهور. ايوه انا اللي بقف في ظهر الجمهور عشان اسبه واشتمه والعن فيه. طلع واتكلم وقال لك يا باشا زيزو ده افضل من لعيب الاهلي 100 مليون مره من لعيبه الاهلي، وما حددش لاعب واحد. وقال لك ان امام عاشور كان بيعيط هنا وقال انا بحب الزمالك، وهو راح دلوقتي في الاهلي وبياخد 25 مليون في الموسم الواحد. هو تقريبا شاف الواحد اللي قبل الخمسة 2 فقال لك هم 25 مع انهم 15، بس ما علينا يعني. وقال لك ان الاهلي اشترى العتبه الخضراء في صفقه امام عاشور ب 180 مليون جنيه، وان الزمالك هو اللي ضحك على الاهلي. يعني 180 مليون جنيه دي انا مش عارف هي عباره عن ايه بالظبط، عشان لو محدش وصل لك المعلومه يعني، فصفقه امام واقفه على النادي الاهلي ب 2 مليون 600. فانت لو جيت حولت من الدولار للمصري بسعر السوق السوداء اللي هو تقريبا ب 40 جنيه، فمش هيخشوا في ال 180 مليون. قال لك ان الزمالك عنده اكتر من 100 مليون جنيه في الحساب اللي محجوز عليه، وان الزمالك مش قادر يتصرف ومش قادر يدعم الفريق عشان البطوله العربيه بسبب الحجز على ارصده النادي. فقال لك كنت اتمنى ان انا اشتري لعيبه افضل من لعيبه النصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري، لكن الحجز على ارصده النادي موقفه الدنيا. ده انت ال 100 مليون دول ما يعملوش صفقه واحده من صفقات نادي النصر. سيبك من الهري ده كله وسيبك من اي عبط انت ممكن تسمعه وممكن يتقال. الغرض الرئيسي من المؤتمر ده حاجه مهمه جدا، هو طالع يقول لك نادي الزمالك هو انا، نادي الزمالك من غيري خرابه. تقريبا مش اخد باله ان اعظم المصايب اللي حصلت في النادي كانت حصلت بسببه. مش اخد باله اغلب القضايا اللي بتسبب ايقاف القيد عن نادي الزمالك كان بيبقى هو السبب فيها. مش اخد باله ان هو لما اتحبس بسبب قضيه سب وقذف. مش اخد باله برضو ان هو لما اتعزل عشان لسانه الزفر اللي خبط فيه في مسؤول كبير. لكن هو اهم حاجه بالنسبه له ان هو شايف شويه مهرجين وشويه طبالين وشويه هزازين الرؤوس ماشيين وراه وعمالين يقولوا له ايوه انت صح انت صح.